صيغة الاستغفار هل يكفي تكرار أستغفر الله 100 مرة أو أكثر، وهل هناك صيغ أخرى ثابتة؟ الاستغفار طلب المغفرة، فلو قال استغفر الله فقد استغفر، ولو قال رب اغفر لي فقد استغفر. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذنب عبد ذنبا فقال رب اغفر لي، فقال الله: يا ملائكتي علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب، قد غفرت لعبدي. فمن قال رب اغفر لي فتحت أبواب السماوات لتلك الكلمات الطيبات، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فإن قال رب اغفر لي كلمتان خفيفتان في اللسان حبيبتان إلى الرحمن، ويفرح الله لتوبة عبده. فما من عبد يريد الله أن يسعده فيقول رب اغفر لي بلسانه ويعتقد معناها بجنانه، منكسر القلب للرحمن نادم عما سلف وكان، يسأل ربه العفو والصفح والغفران، إلا فتحت أبواب السماء لدعائه، فانتهت إلى ما شاء الله أن تنتهي إليه. فنادى الله في ملائكته: يا ملائكتي علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب، قد غفرت لعبدي. ثم إذا أذنب الثانية قال رب اغفر لي، قال الله: يا ملائكتي علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب، قد غفرت لعبدي. فإذا أذنب الثالثة قال رب اغفر لي، قال الله: يا ملائكتي علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب، قد غفرت لعبدي وليفعل ما شاء. أي ما دام أنه إذا أذنب تاب إلي وأناب ورجع إلي وسألني عفوي ومغفرتي، فقد غفرت له ما كان، ولكن بشرط أنه لا يقع في الذنب إلا ندم وتألم واحترق قلبه، ثم عقد العزم ألا يعود إليه، فلو عاد 1,000,000 مرة وفي كل مرة بمجرد أن ينتهي منه يعقد العزم الصادق على أنه تائب يتوب الله عليه. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرتها لك ولا أبالي. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فما من ذنب مهما كان إلا والله غافره لعبده إذا استغفره، وما من سلاح أعظم للعبد بعد توحيد الله عز وجل من كثرة الاستغفار. ومن لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. والعبد إذا وقف بباب الله وقال رب اغفر لي فقد شهد بتوحيده وشهد بتعظيمه وشهد بتمجيده، شهد أن له ربا لا رب سواه، وأن له رحيما لا يرحمه عداه، فناداه نداء صادقا من قلبه يرجو رحمته ويخشى عذابه، فيحب الله هذا النداء. بل إن الله لا يعطيه المغفرة فحسب، بل يبدل إساءته حسنات، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. كان الله ولم يزل غفورا رحيما. وما دام العبد لم تغرغر نفسه وقال رب اغفر لي صادقا إلا غفر الله ذنوبه ولو كانت ذنوب العمر. وقد يقف العبد في آخر عمره عند المشيب والكبر وقد ذاق اللذات وتمتع بالشهوات وأصابها وما كان منها، ثم يقف ويتذكر عظيم نعمة الله عليه وجميل فضله وجليل منته لديه، فيدركه الندم ويعتصر قلبه بالألم، فينادي ربه صادقا نداء من يرجو الصفح والعفو والكرم، فيقول رب اغفر لي، كلمة واحدة يقولها من صميم قلبه يفرح الله بها، فيغفر الله له ذنوب عمره كله. ويتولى الشيطان يحثو على رأسه التراب يقول أضللته من 60 و70 غفر له في طرفة عين. من هذا الذي يدخل بين العبد وربه؟ ومن هذا الذي يحجب الرحمات
ممن وسعت رحمته كل شيء، وممن ينادي في كل ليلة: هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، وممن يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده ليتوب مسيء الليل. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرحمنا برحمته، وأن يعمنا بعفوه ومغفرته. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، وأجر موفور، وعمل صالح متقبل مبرور. اللهم اغفر لنا ما سلف وكان من الذنوب والعصيان، وأحسن لنا فيما بقي لنا من الأجل والزمان، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله.